رجعت وعارف بكرة قريب، ومتأكدين ان مصر هتكون احسن بكتير، وهنسيب لولادنا وطن بلا دين ولا قرض. هنسيب لولادنا بلد تنتج من عروقها، ما تشتريش من غريب، ناكل من اللي نزرعه ونلبس من اللي نصنعه. وبكرة الدولار يصبح في خبر كان اموال بنوكنا لشبابنا، والرئيس قال 200 مليار عشان يشتغلوا ويشغلوا لما يشمروا ويقرروا. شعب محدش يقدر ابدا يقهره. الله على ده شعبه وحكمته وبعد نظرته. تقدم الانتاج الحربي على الزمالك 2-1. اوميد اوكري احرز الهدف الاول بعد خطأ محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، والهدف الثاني كان للانتاج الحربي عن طريق طارق طه من ضربة حرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، شاطها بشكل كويس جدا في زاوية جنش. وفي نهاية الشوط قدر حسام باولو يتعادل بعد تسديدة احمد ابو الفتوح اللي خبطت في العارضة ورجعت لحسام باولو كملها بدماغه. 2-1 الانتاج الحربي على الزمالك في الشوط الاول. كابتن سامي، نتيجة يعني ما توقعناهاش قبل الماتش. الخطأ بتاع الونش ده اللي قلب الجيم. يعني الونش الدقيقة 22 بيراوغ جوه ال 18 وهو اخر واحد. قطع اوبد اوكري بالشمال، قطع منه وحطها في المرمى. الهدف 22 دي ضغط على اعصاب طبعا لعيبه نادي الزمالك، ما كنتوش متوقعين النتيجه تتغير بالشكل ده او اللي يبدا الانتاج هو بالتهديف. جت في الدقيقه 34 الهدف الثاني صعب المأموريه اكتر. يمكن هو برده كانت ضربه حره من خارج ال 18، جنش راح عكس اتجاه الكوره حطها له بزاويته، ودي من الاخطاء برده اللي وقع فيها جنش. المفروض يبقى موقف الحيطه في زاويه، هو واقف في زاويه وحب فاكرها تلعب من فوق الحيطه، كانت اتحرك كان حطها له في الزاويه بتاعته. ف 2-0 كان كتير قوي على نادي الزمالك. الزمالك الهدف اللي جه في الدقيقه 44 يمكن ده اللي ساعد ان الزمالك ممكن يخش في الجيم الشوط الثاني، لكن لو كانت خلصت النتيجه 2-0 الشوط الاول كانت هتصعب المأموريه كبيره جدا. لكن الزمالك اضاع اكثر من فرصه، سواء الاوفر اللي عمله اسامه ابراهيم من ناحيه اليمين ودخلت في المرمى طلعها امير عبد الحميد. في واحده ثانيه برضو ضربه حره اتلعبت حطها باولو بالراس طلعها امير عبد الحميد. لكن الهدف اللي جه في الدقيقه 44 بعتقد ده هيبقى ايجابي جدا بالنسبه لنادي الزمالك ان هو ينهي الشوط الاول 2-1 عكس ما كان ينهي 2-0. جمال، الزمالك النهارده نشوه الفوز على السوبر على الاهلي في السوبر، تعادل الاهلي النهارده امام الاسماعيلي. ما شفناش الزمالك بالمستوى الكويس اللي احنا متوقعينه من الزمالك النهارده. بالعكس الانتاج الحربي بيدافع كويس جدا وقدر يخطف هدفين. لا، هو من الواضح ان لعيبه الزمالك كانت مستسهله المباراه اكتر من اللازم، يعني داخلين المباراه ان هم هيكسبوا في اي وقت، وده طبعا حاجه مش موجوده في كره القدم. يعني زي ما احنا شفنا امبارح برشلونه بتغلب 4-0 ودي عمرها ما حصلت. اول ما بتستسهل المباراه بتتغلب، مش محترم الخصم بتتغلب، هو ده شكل اللي حصل. يعني الونش بصراحه انا اول مره اشوفه بيخطأ خطأ زي ده. يعني انت يا راجل اخر واحد في الملعب عايز ترقص من جوه ال 18، دي حاجه يعني برضو اول مره اشوفها للونش تحديدا. فاخطاء غريبه جدا. برضو جنش موقف الحيطه وواقف بشكل خاطئ، اتحرك قبل ما الكره تتلعب. برضو يعني هدف دخل المفروض ان هو ما يخشش في حارس مرمى كبير زي جنش. فخطأين خلوا النتيجه بقت 2-0 في الشوط الاولاني. ما كان حاجه طبعا مش متوقعه خالص. نادي الزمالك ابتدى الاعصاب طبعا تفلت، ابتدت خلاص اللعيبه تتوتر، ما حدش بقى واقف في مكانه، اللعب قلب بقى فجأة عشوائي. هو اللي ظبط الموضوع شويه الهدف اللي احرزه. انا شايف ان اللي احرز الهدف احمد فتوح مش حسام باولو بصراحه. يعني ان هو لا، هو احمد فتوح شاطها، هي ما دخلتش. هو بس حسام باولو لا، انا بتكلم على التحرك على الاول والجرأه ان انت تبقى موجود هنا، ان انت لعيب لسه اول مباراه ليك مع نادي الزمالك في الفيرست تيم، وان انت تبقى موجود في الحته زي دي، ان انت توقف الكره كده وان انت تشوط بالجرأه دي. انا شايف ان يعني الهدف ده انا شايف ان هو يحسب لاحمد فتوح ان هو مكمل وشاط. وطبعا تكمله حسام باولو كانت رائعه، بس في كره حسام باولو ضيعها ما كناش بنشوفه بيضيع الحاجات دي ولا مع الداخليه ولا مع سموحه. يعني جات له كره المفروض ان هو ضربه حره مباشره واترفعت ولعبها بدماغه اللي هو طلعها امير عبد الحميد. انا شايف ان دي كانت برده كانت ممكن ترجع نادي الزمالك اكتر للمباراه.
احلى حكاية بدأت من سنين، احنا نجحنا علم ملايين، احنا الماضي والحاضر وبكرة، احنا جهد وعزيمة وفكرة بجودة مفيش تغيير. دابورلاند أقوى تغطية لمباريات كرة القدم المحلية والعالمية، كواليس حصرية ولقاءات من داخل الملاعب ننفرد بها. استاد كورة FM. خليني اروح لاحمد بلال واعرف رايه في الشوط الاول، وعايز اساله سؤال: هل الانتاج الحربي هيعرف يدافع عن مرماه امام نادي الزمالك المتحفز في الشوط الثاني ويقدر يخطف المباراه ب3 نقاط، ولا شايف ان الزمالك يقدر يرجع، وخصوصا الهدف اللي احرزه حسام باولو هيخلي الامور اسهل شويه لنادي الزمالك؟ لا انا طبعا يعني الهدف اللي جابه نادي الزمالك ده خلاه يدخل الجيم من بدري كمان. يعني نادي الزمالك يعني هدف قبل انتهاء الشوط الاول كان مهم جدا بالنسبه لهم، ده يدخلهم الجيم بشكل كبير ويخليهم كمان ما يلعبوش على التعادل. يعني احنا قبل المباراه بنقول للزمالك لو خرج ب2-0 يبقى الشوط الثاني اقصى الامال انك تلعب على تعادل، لان هدفين برده كتير. لكن لما الزمالك سجل هدف قلنا خلاص الزمالك بيلعب على مكسب، هيبتدي الشوط الثاني قريب يعني زي ما انتهى 2-1 افضل من 2-0 قريب جدا جدا كمان، خاصه ان الزمالك عنده واضح جدا ان واضح تاثير الهدف على الاداء والروح اللي موجوده عند اللي اتواجدت عند لعيبه نادي الزمالك بعد ما تسجل فيهم هدفين ابتدوا يغيروا من شكلهم، ابتدت تروح تبقى موجوده السرعه في الاداء، اللعب اللي قدام. نادي الزمالك بس محتاج انه ما يلعبش بقى زي ما بيلعب 2 ستانلي طرف ومحمد ابراهيم طرف تاني، لا محتاج انه يلعب 2 فراوده عشان يسجل اهداف، لان نادي الانتاج الحربي الشوط الثاني يعني هيزود الاعداد الدفاعيه، هيرجع الاثنين في نص ملعب يبقى قريبين قوي من الثلاثه المساكين، فبالتالي هيقفل العمق بشكل كبير جدا. المفترض ان يعمله كابتن محمد حلمي يدخل ستانلي يبقى فيرود تاني عشان الكرات العرضيه، ولا ينزل احمد جعفر جنب حسام باولو. احمد جعفر من الفترات هتبقى محتاج مميز في ضربات الراس، فتره من الفترات هتبقى محتاج انه ينزل، هتبقى محتاج ان انت تستغنى عن واحد من نص الملعب وتلعب باثنين فقط لا غير مع محمد ابراهيم او ايوم، سواء اذا كان ابراهيم انا من وجهه نظري الزمالك مش محتاج ديفندر تاني خلاص. ما هو طلع في الشوط الثاني، طلع واحد يعني طلع واحد من محمد يقدر يعمل الحته دي رايح جاي، لان خلاص يطلع ابراهيم صلاح بدايه الشوط، لا بعد 10 دقايق يعني ربع ساعه كده او خسران، والنهارده فرصه للزمالك ان هو يكسب عشان الاهلي يتعادل. نص الملعب كده يبقى مش موجود. ما هو الانتاج الحربي واقف ورا يا جمال، يعني الانتاج الحربي متكتل ورا، ويقدر حد من اللعيبه بتاعت اللي هي النص محمد ابراهيم او مصطفى فتحي ينزل يعمل ما عندهمش الطابع الدفاعي. محمد ابراهيم يعمل، محمد ممكن يعمل، محمد يعمل ايه؟ يعني محمد يبقى زيادته من نص الملعب كمان، عشان الانتاج هيسيبك تعمل كده، لان الانتاج هيبتدي كل اللعيبه ترجع زي ما شفنا كل هجمه هتيجي عليك هتبقى مرتاح بس هتبقى 2 على 1. يعني هيبقى السردباك 2 سردباكين على فرود واحد. انت هو بيلعب ورا ب3، انا ممكن ادخل السنلي جنب باولو، وزي ما بنتكلم كده لو طلعت واحد ولعبت واحد بس جعفر يفرق دلوقتي في جوه 18 وتدخل احمد رفعت، تدخل احمد رفعت. يعني انا شايف مكان مين؟ احمد رفعت تخش مكان ابراهيم صلاح او دونجا في نص مكان ابراهيم صلاح، وتلعب واحد بس ديفندر تبقى 4-1 وتكمل الزياده 4-1-3-2 فرودين وثلاثه من تحت. فرودين مين؟ ستانلي وباولو. ستانلي جوه الملعب، ولسه احمد رفعت طرف من الاطراف واشتغل يبقى في مصطفى فتحي والعب بابراهيم صلاح واحمد رفعت واثنين فراوده، والعب واحد بس نص ملعب. بس اهم حاجه اللي تحت الفرود ينزلوا يكملوا دفاعيا في حاله الدفاع، يعني لازم تديهم مهام دفاعيه في حاله الدفاع، والعب باثنين فراوده على الثلاثه اللي ورا، لان هو بيلعب ب3 ثبت عليه 2 يبقى خلاص، يبقى انا كده لعبت باثنين فراوده على 3 مساكين. محتاج الزمالك يلعب 2 فراوده. احلى حكايه بدأت من سنين، احنا نجحنا علم ملايين، احنا الماضي والحاضر وبكره، احنا جهد وعزيمه وفكره بجودة مفيش تغيير. دابورلاند مش ممكن على ده شعب خيب ظنون العدوين بصبرهم بوحدتهم لما صمدوا قصاد أزمتهم، واللي كان عاوز يهدمها جري وبص على غيرها. ده شعب قماشة واحدة محدش يقدر يمزعها، شرق ايه وغرب ايه، الشعب ده مين يقدر عليه؟ احنا مصر أم الدنيا.
الله على ده شعبه وحكمته وبعد نظرته. استاد كرة FM عالمية وطنية، استاد كرة FM يكشف محطة تانية، استاد كرة FM بيجي في ثانية، استاد كرة FM، استاد كرة FM. احلى حكاية بدأت من سنين، احنا نجحنا علمنا ملايين، احنا الماضي والحاضر وبكرة، احنا جهد وعزيمة وفكرة، في جودة مفيش تغيير، دي عبورلاند. الانتاج الحربي متقدم على الزمالك 2-1. هنشوف ايه اللي هيحصل في الشوط الثاني، وهنشوف هل هيكون في تغييرات في نادي الزمالك ولا لا. نادي الانتاج الحربي يعني عايز اقول ان دكته عامر، فادي نجاح، حسن الشامي، هاني العجيزي، عمر السعيد، اسلام رشدي، وشريف علي حافظ. عايز ارحب بزميلي رامي علي. رامي ازيك يا رامي؟ ازيك كريم، عامل ايه؟ وبمسي عليك طبعا وكل اللي بيسمعونا، وعلى نجومنا في الاستوديو التحليلي كابتن سامي، كابتن احمد بلال، كابتن نجاح. الشوط الثاني هيبقى مثير يا رامي اعتقد جدا. والزملكاويه كلهم يعني مستنيين انه بعد تعادل الاهلي مع سموحه مع الاسماعيلي يكون في كلام تاني خالص في لقاء الزمالك والانتاج. بس الانتاج عامل شوط كويس وناجح يا كابتن سامي في الطريقه اللي هو بيلعب بيها، وبيدافع كويس وبيلعب على المرتد وقدر يحرز هدفين، واللي هو عامل حسابه عليه كابتن شوقي غريب خدوا الشوط الاول. هدف الثاني لنادي الانتاج الحربي خطا جنش. انا شايف خطا جدا، تمركز وتوقيف الحته كانت خطا. طيب خلينا نروح لملعب المباراه ونتابع احداث الشوط الثاني مع زميلتي ريهام سويلم وزياد حمدان، ونتيجه الشوط الاول 2-1 لصالح الانتاج الحربي.